السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ وليداتكم؟ عائلاتكم؟ كلشي على خير وبخير. تنتمنى من الله يكونوا كاملين بصحه جيده يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم رايب منزلي او دانون لحقوا طريقه بحال ديال المحلبات، بلا كينات الفرماسيان، بلا حتى شي حاجه البنات. غادي نروبوه هكا عادي طبيعي، ونتمنى من الله يروقكم. ما تنساونيش من تعاليقكم الزوينه ولايكاتكم الزوينه والمشاركه ديالكم. دابا ندوزو للطريقه ديال التقديم وندوزو المقادير. كناخذوا يطرو ديال الحليب، كل نص يطرو كنديرو بوحدو. هاد نص يطرو كنمشي نشعل عليه البوطه وكنخليه يفيض، كنخليه حتى يفيض، يعني مهلو عليه شويه البوطه، يعني ما تجهدوهاش بزاف، وخليوه حتى يفيض على خاطرو. ونص يطرو الاخر كناخذوها هو بخليوه بارد، كنزيدو عليه 4 المعالق ديال السكر. او السكر البنات على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي مس شويه، كاين حيت انا 2 معالق كنديرهم في نص يطرو، دونك عندي راه يطرو غندير فيه 4 ديال المعالق، 4 ديال المعالق ديال السكر. سكر سنيده حبيبات، يعني تكون رقيقه شويه، ما تكونش غليظه، باش كتساعدنا للذوبان. وكناخذوا دانون ديال الفاني، دانون او زبادي ديال الفاني، نكهه الفاني، باش كيتواتى مع الساشي اللي غادا ندير ديال الفاني. ها هو كما كتشوفوا دابا كندير ساشي ديال الفاني. اللي كيبغي يدير شي نكهه اخرى كيديرها، ولكن انا من الاحسن كديروا حتى دانون ما يكونش كريمي، يكون دانون يعني عاقد زوين، باش حتى الرايب ديالكم غادي يطلع لكم عاقد. وكنبقاو نخلطوه مزيان، كنخلطوه على حسب السكر باش كيذوب شويه وكينسجم مع داك الدانون. المهم كنبداو نخلطوه على حسب كما قلت لكم السكر. عاد ندوزو باش نديرو نطحنوه في المولينكس. واللي ما عندوش المولينكس كياخذ الفويي العادي، يعني الضراب العادي اليدوي، وكيبقى يطربو مزيان حتى كيتمحاو دوك الطريفات ديال دانون، ما تيبقاوش باينين. لحقاش الا مشيتي حتى خليتيهم باينين ما غاديش يطلع معكم، يعني ما يستقليكمش. من الاحسن ما يبقاش باين، ولكن الا كانت المولينكس هكا ولا ميكسور يكون من الاحسن. دابا كما قلت لكم انا غادا ندوز غنطحنو غير شويه، يعني ماشي بزاف، حتى هادي غير شويه، يعني هاي كنطحنوه طحنه 2 صافي. هانتوما كما كتشوفوا راه كتبقى ديك السكر لاصقه صافي. وكنهبطوا كلشي في داك الكاس ديال المولينكس وكنطحنوه. تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير، غادي ينجح معكم ان شاء الله يا ربي. انا حيت لكم هنا الصوت ديال المولينكس لحقاش كيزعج في الفيديو، من الاحسن حيدتو. كما كتشوفوا انا كنطحنو، ها هو دغيا غادي تطحن صافي البنات. وكنزلو في سميتو، كنزلو في الكاسرونه او في المجرى اللي درناه. هانتوما كامل كينسجم، يعني داك دانون كيتمحى مزيان وكينسجم. وكنغطيوه، كنجيبو البلاستيك الغذائي وكنغطيوه واحد 5 ديال الدقائق عليه ما يفيض لينا الحليب الاخر، غير كيرتاح شويه. ما كان باش كتا ديك كاين دوك الفقاعات او ديك الكشكوشه الفوقانيه كتزول، كتحيد، كتنقص، ما كتبقاش حيت ما كطحني كيولي دايرها. من الاحسن كتخليه واحد شويه كيرتاح واحد 5 ديال الدقائق، كتغطيه بين ما فاض الحليب الاخر. دابا مني فاض الحليب، هي دازت 5 ديال الدقائق، الحليب الاخر راه طلع معنا حتى طلع مزيان الفوق. كنجيبوه وهو باقي سخون، يعني ما كنخليوش حتى يبرد، وهو باقي سخون عفوا، وهو باقي سخون تنبداو نكبو شويه بشويه، يعني كتقسميه مثلا على 3 دفعات او 4. المهم تكبي شويه وتتخلطي، وانتي كتكبي وانتي كتحركي بيدك، يد كتكب ويد كتحرك. كما شفتوا راه سخون، يعني راه البخار كيطلع يعني طايب صافي. هكذا كبيناه كامل وكنبداو نحركوه، غير كتحركوه كينسجم، لحقاش داك دانون والفاني والسكر راهم طحنوا مزيان. يعني هي كتحطي عليهم هذا، كتخلطي شويه بالمعلقه صافي راهم كينسجموا مع بعضياتهم. كما كتشوفوا ها هما كنتحركوا شويه صافي، فقط ديك
الرغوه اللي كتكون الفوق راه هي كتنقص شويه ما كتبقاش بزاف صافي. ودابا كندوزو باش كنعمرو الكويسات ديالنا. انا ما عنديش ما كنديروش في الزليفات، كنفضلو في الكويسات باش كيجي هكا زوين وبلا ماكينه ديال الضو بلا حتى شي حاجه. البنات غير تبعوه تيقوني راه غادي يجي زوين ان شاء الله يا ربي، غادي ينجح معكم. كنبقاو مستمرين على هاد الطريقه حتى كنعمرو الكويسات اللي عندنا كاملين. ها هما كنعمروهم مزيان، يعني داك اللي بقى كنعاودو. انا هنا يطرد الحليب حيت يطرو فيه 6 ديال الكيسان د العنبه، ولكن الا زدتوه دانون داك كيرجعوا 7. انا هنا عمرتهم مزيان وديك الساعات زدت عليهم واحد الكاس صافي. داك اللي بقى غنخويه في هذا الكاس هذا وغنقسموا عليهم حتى يجيو تيخرجوا لك 7 ديال الكيسان ديال العنبه ولاد اتاي. هما يعني تقريبا هادو بحالهم في هاد العنبه، يعني نفس العبار. غادي يخرج لكم 7 ديال الكويسات. في هاد الاثناء انا كنكون كنخويهم. الكوكوط ديالي نصيتها بالماء وخليتها كطيب فوق البوطه حتى الماء ديال اللي في الكوكوط تيبدا يغلى. كيبدا يغلى عاد كتزولوه كتحيدوه على البوطه وكتجيبوها. هانتوما كما كتشوفوا معايا انا راه هنا جبت الكوكوط. هانتوما الماء راه غليان، راه البخار طالع. انا غنزيدو لكم قدام الكاميرا باش تشوفوا معايا جميع التفاصيل. انا راه ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، ولكن باش نشرح لكم مزيان ويجيكم حتى الرايب ديالكم يصدق. هانتوما كتستفوه بسرعه، يعني ما تبقاوش بشويه راخيين يبرد لكم الماء. الاحسن خليو الماء يكون باقي سخون. هانتوما البنات، والماء يكون فاش تحطي الكاس الاول يكون له في النص، لان من كتحطي الكيسان تيبدا الماء يطلع. المهم الماء يقرب تبقى ديك واحد 2 سنتيم بين الكاس وبين الماء، يعني باش ما يتخلط لكمش الماء مع سميتو مع الرايب. هانتوما كما كتشوفوا يعني بقات تقريبا شي 2 سنتيم للكاس. وكنسدو الكوكوط ديالنا مزيان، كنسدوها بحال غادي نديروها فوق العافيه طيب شي حاجه، وهي راه غير كنسدوها باش ديك النفس ما تخرجش. وكنفرشوا لها عاود تحت منها باش تبقى سخونه ما تبردش لينا. كما كتشوفوا انا فرشت لها هاد القبيه يعني سخون هاد الصوف باش تبقى سخونه شاده السخونيه ديالها. وغندير لها الصفاره ديالها، ديك الصفاره باش ديك الهواء ما كتخرجش. كما شفتوا ها هي درت لها الصفاره ديالها. دابا غنمشي نجيب واحد المانطه صغيره او كاشه صغيره ولا منديل يعني يكون سخون، شي حاجه اللي تكون سخونه تكون كتغطيو بها العجينه ولا شي حاجه ديك كتكون عندكم. راه عند السيدات المغربيات تبارك الله والعربيات اللي كيعجنوا في الدار تبارك الله كلهم عندهم يعني باش كيغطيو العجينه. ها هي هاد المنيطه صغيره غطيته بها وغنخليه يبات حتى الصباح. انا هنا درتو تقريبا على 12 الليل، يعني شي 12 ل4 هكاك. غادي نخليه حتى ليغدا في 12 د النهار. وإلا درتوه في الصباح غتخليوه حتى العشيه عاد تحلوا عليه. ودابا ها هويا حتى طلع النهار، يعني دابا راه 12 النهار احنا غنحلوا عليه. تنتمنى يصدق ان شاء الله، وغادي يصدق ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا يعني ها انتم كما كتسمعوا راه الصفاره مني حيتها عطات ديك النفس، يعني دارت الصوت ديك النفس اللي كتكون لداخل عملات الصوت، يعني حيت مسدوده بيت الليل كامل. انا هنا ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، وغادا معكم خطوه بخطوه باش تشوفوا المراحل مزيان وتطبقوها ان شاء الله، وغادي يصدق ان شاء الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله. هانتوما كتشوفوه الكويس الاول. هانتوما تبارك الله ما شاء الله الرايب ديالنا غزال. ها هو صدق، ها هو هنا زوين، يعني ديروه في الثلاجه وغادي يصدق معكم، غادي يزيد يجمد. ها هو دابا ها انتم كما كتشوفوا غير هو ما يكونش دانون كريمي باش تا الرايب ما يجيكمش كريمي، يجيكم الرايب يعني عاقد ومزيان. كما كتشوفوا ها هو عاقد وزوين. هانتوما البنات ان شاء الله الرحمن الرحيم
غادي يصدق وغادي يطلع لكم ان شاء الله زوين. هانتوما انا كنميل الكاس ما كيخرجش من الكاس، يعني ما كيتهرقش، راه عاقد تبارك الله، وراه باقي شويه دافي، يعني واخا دازت عليه 12 ساعه راه باقي دافي حيت كان مغطي، باقي شويه دافي. هانتوما كما كتشوفوا راه الكويسات كاملين. انا ما بغيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا كل شيء، يعني كويسات كاملين تبارك الله راهم عاقدين. هانتوما كما كتشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي يصدق لكم ان شاء الله. هانتوما الكويس اللي بقاو دابا احنا درنا في الصوينيه وغادا نديوه للثلاجه، نخليه واحد ساعات المكانه غير يبرد، ولا ساعتين ولا ساعه ونص على حسب، غير يبرد شويه وغنقدموه بالصحه والراحه. تنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالمشاركه مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده للجميع. الرايب ديالنا بعد ما برد ها هو كما كتشوفوه بالصحه والراحه، كيجي فيه مذاق زوين، مذاق ديال دانون، كيجي غزال رائع طبيعي ما تشبعوش منه. وكتعرفوا شنو كتعطيو لوليداتكم، شي حاجه مصايبنا على يديكم. كما كتشوفوا ها هو جمد، ما كنديروش في الفريغو البنات، ماشي في المجمد، غير في الثلاجه لتحت، غير الثلاجه شويه صافي. كما شفتوا راه ملي خرجناه راه تبارك الله راه عاقد، يعني كديرو كيبرد شويه كيزيد يعقد فقط. وبالصحه والراحه، ورمضان مبارك سعيد وعواشركم مبروكه. نتمنى من الله يلحقكم بالعيد الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. هانتوما انا جربت معكم دابا راه صايمه ما يمكنليش نذوق، غادا نوريكم غير المعلقه وغادا نرجعها لبلاصتها حتى ياسمين ما كايناش باش تذوقها. وكانت هذه وصفتنا ديال اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم مره اخرى، وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر من فيديوهات لك سيداتي الفاتي الجعفاري. شكرا لكم بزاف.